السلام عليكم. ازاي اعلم اولادي من صغرهم قيمة الفلوس؟ ازاي اعلمهم ان الفلوس دي رزق ونعمة من ربنا، وازاي نقدر ان احنا نشتري بيها احتياجاتنا بس؟ جبنا حصالة وبدأنا ان احنا نقسم المصروف لثلاث اقسام. اول حاجة جزء طالع لله سبحانه وتعالى، لازم يبقى فيه من فلوسنا حق للفقراء. والجزء التاني لهدف معين، يعني حاجة بيحوش لها نفسه يشتريها، بيعرف الحاجة اللي عايز يشتريها دي تمنها كام ومحتاج قد ايه عشان يحوش ويضغط نفسه ومش عارفة ايه عشان خاطر يشتري الحاجة اللي نفسه فيها. والجزء التالت حاجة من حقه ان هو يصرفها دلوقتي، بيشتري حاجة هو كان نفسه فيها من تحويشه، وانه بقى مر بحاجات، وان هو حوش، وان هو صبر، وان كده ليها قيمتها بطريقة رهيبة وليها فرحتها، وبيحس ان هو عمل حاجة كبيرة وبيتعلم التدبير. تعالوا افرجكم الحصالات اللي هم اختاروها. دي حصالة ميمة، بصوا شكلها جميل ازاي. هنا ليها باسورد، بتفتح بباسورد. وهنا بصوا فيها، هنا طبعا هنا فيها الورق اللي احنا المفروض نكتب اهدافنا فيه اللي احنا عايزين نحوش لها، وهنا عدد الايام. وبصوا فيها دي بتتشال هنا من فوق عشان تحطيها هنا في الجنب كده كده. نركبها اهي، تعمل كده. بتيجي تحطي هنا العملات اللي هي الورقيه، بتعملي كده وبتدخل اهي. بصوا جميله جدا. هنا عند الايد من هنا، ما ترفعي الايد من هنا تلاقي هنا المكان بتاع الكوينز. بصوا دي محوشه كده. هنا بقى الباسورد، تحطي ايديكي هنا يقوم يشتغل. ثانيه اوريه لكم ميمة عاملاها ايه. بصوا الباب اتفتح اهو بقى بالباسورد، بعدين بتحطي الفينجر برينت ويفتح. دي الحصاله بتاعت عاصم، بصوا الجمال على شكل مركبه فضاء. وده المفتاح بتاعها، بصوا الجمال. هنا بتحطي الفلوس، هنا بتحط من هنا بتحطي الكوينز، وهنا اهو بصوا اتفتح كده اهي. بصوا جميله قوي. بصوا حصاله ماريا، بصوا جميل. هو اصلا بصوا بيت صغير وده المفتاح بتاعه. بصوا شكل كلاود كده، سحابه. بصوا جميله قوي اهو. قفل فتح من هنا. تحس ان كل واحد اختار حصاله على شخصيته. هنا اهو برده كده، ومن هنا الكوينز. يلا ابتدوا مع اولادكم، وصدقوني الموضوع بيفرق جدا جدا في احساسهم بيكم، في احساسهم بقد ايه انتوا بتتعبوا عشان توفروا لهم الحاجات اللي هم نفسهم فيها.